بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام البنات، واش راكم خياتي؟ ان شاء الله يلقاكم الفيديو بخير وعلى خير. اليوم يا البنات وجبت لكم وصفة جديدة اللي هي طاجين الجلبانة بخبيزات البطاطا والفيونداشي. واحد البنة يا البنات مليحة، تكون من أطباق رمضان ومليحة للضيوف، هايلة يا البنات. نروحوا نشوفوا الوصفة. عندنا يا البنات حبة بصل متوسطة، عندنا فلفل، شوية فلفل الكحل، نص ملعقة قرفة، شوية برك، والملح حسب الرغبة. وعندنا الكمية من الجلبانة، والجلبانة على حسب أفراد العائلة. هنا درت جلبانة لثلاثة أشخاص. نروحوا للإناء القابل للطهي، نحطو فيه 3 ملاعق زيت، ونحطو فيه البصل، هذيك الحبة تاع البصل كنت سكرفجتها يا البنات ونحيت منها شوية باش نضيفها اللحم المفروم. نقلو هنايا البصل قبل ما نديرو الملح ونديرو التوابل، نقلوه مليح حتى يذبل شوية. شوفوا هنا البنات هاو ذبال معايا شويه، نضيفولو الملح والتوابل اللي قلنا عليهم هما شويه تاع فلفل الكحل وشويه على راس المغرف نتاع القرفه، ماشي بزاف. ونخلوها تقلي البنات مليح حتى تذبل كامل. ونضيفو الجلبانه بعد ما كنا غسلناها. هنايا ضفت كميه كما قلت لكم لثلاثه اشخاص. ونخلوها حتى تذبل معنا هذيك الجلبانه وتقلى البصله، تجي واحد البنه يا البنات كي تقلوا هذيك الجلبانه مع البصل، تجي واحد البنه هايله. او ميم طون هذيك الجلبانه راح طيب بالخف. وهذه الجلبانه يا البنات هذه هي الجلبانه في الاسواق، راهي هضرنا في وقت الجلبانه، تسمى طيب بالخف البنات، ما تطولش، عندها نصف ساعه طيب. انا طابت لي في نصف ساعه كي قليتها هكا في الزيت. نخلوها حتى تذبال، شوفوا كامل هذيك الجلبانه ذبالت وهذاك البصل ذبال. ونديروا الماء غير بالقطره باش ما تنحرق لناش هذيك البصله يا البنات، ونخلوها حتى تذبال. كيما راكم تشوفوا هنا معايا البنات، نقص لها النار يا البنات ونخليها تتقلى غير بالعقل، ما نزيدلهاش النار باش ما نزربلهاش. ونروح البنات هنايا اللحم المفروم. عندنا مقدار تاع لحم المفروم، عندنا شويه قزبر، شويه بصل ملي نحيتها من هذيك الحبه، شويه على راس المغرف قرفه، وشويه نتاع الفلفل الكحل والملح. الملح البنات ما تكثروا، ديروا غير شويه. نديروا وحبه تاع البيض، نديروا كامل المكونات هذوك والحبه تاع البيض، ونمزجوا كامل الخليط. ونشوفوا كيما راكم تشوفوا نروحوا نديروه كويرات ولا ديبولات، ونديروه في المرق بعد ما يكون تغلى. هنا البنات بعد ما تقلات لي هذيك اللوبيا كامل، شوفوا كيفاش ولات ذبالت كامل وهذيك البصله تبالت. شوفوا البنات تجي واحد البنه هكا كي تقلوها تجي هايله. نضيفوا لها كاس ونصف من الماء. بعد ما نضيفوا الماء البنات كي يبدا يغلي هذاك المرق، نضيفوا لي بولات نتاع الفيونداشي كما كنتم تشوفوا هنا البنات. بعدها البنات نجيبوا هنايا البطاطا، عندنا 4 حبات بطاطا متوسطين، نروح نسكرفجهم هنايا بالسكرفج هذيك الرقيقه كامل، هذوك الثقوب الرقيقه نسكرفجها كامل. نكمل معايا كامل هذيك البطاطا البنات، عندي 4 حبات كما قلت لكم. هنا نسيت ما حطيتهمش ما وريتهمش حتى تفكرت في الاخير.
ومن بعد نوجدو شويه قزبر، شويه فلفل الكحل على حسب توابل المرق، على راس المغرف قرفه ولا شويه الملح. البنات ما تكثروش الملح باش ما تجيكمش كلش مالح، وزوج بيضات. كما قلت لكم البنات، نعصروا كامل هذيك البطاطا من الماء ونضيفوا كامل هذيك القزبر والتوابل، هذيك فلفل الكحل والقرفه والملح والبيض، ونخلطوا كامل هذاك الخليط. وكما شفتوا البنات الماء اللي نحيتو منها وراح تزيد تطلق الماء بصح هكاك وخلاص. مادام نحيتو منها الماء الاول خلاص ما راحينش تزيدوا تعاودوا كي تطلق الماء ما تعاودوش تصفوها، صاي قلوها كيما راهي. هنا بعد ما خلطنا كامل هذاك الميلونج نروحوا نسخنوا المقلاة فيها الزيت ونرفدوا بالملعقه ونحطوا في المقلاة. لازم تكون الزيت يا البنات سخونه باش ما يتحللكمش تتحلكمش هذيك البطاطا داخل العقر، وخلوها طيب على مهلها. ونوجدوا البابي باش نحطو فوق البابي نتاع المطبخ باش نحطو فيه البطاطا هذيك. بعد ما نطيبوا هذوك الخبيزات بعد ما نقلوهم نحطوهم يطلقوا الزيت تمك، يشرب الزيت، تشرب الزيت هذاك البابي يشرب لهم الزيت كيما راكم تشوفوا هنا. نديرهم بالعقل ومن بعد نقلبهم كي نشوفهم كاع حماروا من الجوايه نقلبهم. وهنا البنات ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، خلوهم ما تزربوش كامل عليهم، خليهم يطيبوا حتى يتحمروا كامل مليح ونحوه. هنا البنات بعد ما تجمر لي هذاك الجواز تاع الجلبانه نطفوا عليه ونشوفوا الطاجين في طبق التقديم. هنا البنات هاوليك طاجين الجلبانه والخبيزه تاع البطاطا في طبق التقديم. هايل يا البنات، بنين، وتقدروا ديروهم حتى كمملحات في رمضان، تاكلوهم هكاك ناشفين بلا ما تديروا لهم لاصوص، كمملحات كطبق جانبي يجي هايل يا البنات وبنين، وحتى الدراري يحبوه يموتوا عليه. جربوه يا البنات، البطاطا تجي طيبه من الداخل ويجي من الفوق يتقرمش. جربوه يا البنات، وما تنسونيش بالجيم واشتراك وتفعيل الجرس، والى فيديو اخر.